والجايزة هلأ لأفضل مطرب صاعد. مطرب صاعد سعودي لمع ببوليفار المواهب وأصبح له شعبية كتير كبيرة وجمهور وفانز كبير بكل الوطن العربي وبينطروه بكل إطلالاته ومشوقين لسماع صوته وأغانيه. وكمان لجنة التحكيم كان بالمواهب بوليفار المواهب كان المفضل عندهم. نحن بنتمنى له كل الازدهار والاستمرارية، وهو ببشر بنجم كبير. أفضل مطرب صاعد ومن أجمل أغانيه اللي سمعناها مؤخرا قهوة. رحبوا معي بالفنان الصاعد بدر حكيم. تحية اكيد، وبدي اقول لهم انه هن وصوني تقول لهم انه كثير مشتاقين لك وبيحبوك كثير. شو بتقول للناس اللي صوتت لك ولجائزة الميمة اللي كرمت كبار النجوم من 16 سنة لليوم؟ اول شيء شكرا لكل القائمين على الحفل الجميل ده، يديكم العافية، وشكرا للميمة، الله يسعدكم يا رب. ويعني شكرا لكل شخص سعى وصوت لي عشان افوز بالجائزة دي، لانه حقيقة حلم كل فنان انه مسيرته تكون مليانه بالجوائز، فما بالك لما تكون اول جائزه اخذتها في بلد الفن. طبعا من مصر، بلد الحبيبه، بلد الفن. الف مبروك بدر، تحياتنا لك. الف مبروك ومستمرين. وهلا الجائزه لافضل دي جي. دي جي لبناني عالمي قدر من خلال موسيقته يخترق الوطن العربي والغرب كله، وقدر ياخد خط لحاله ما بيشبه حدا. شغوف، دقيق بعمله، عاشق للموسيقى، وهي عشان وجوده رمز للنجاح لأي حفل أو فرح أو كونسرت. من قليل من الدي جي العرب اللي قدروا يوصلوا بهالسرعة لمختلف الناس بالوطن العربي، لأنه برأيه الموسيقى هي لغة كل الشعوب، وحبه للبنان ترجمه كمان بموسيقته دايما بذكره لبيروت الحبيبة بكل حفلاته. واليوم اجا خصيصا من كندا ليشاركنا بمهرجان الميمة ويستلم الجائزة. رحبوا معي بجائزة أفضل دي جي من لبنان لمصر مباشرة، دي جي رو. فيك بمصر، أنا بعرف إنه أنت بتحب مصر كتير، ونحن اللبنانية عادة بنحب مصر لأن نعتبرها بلدنا الثاني، ومثل ما الفن بدا بمصر بدا كمان بلبنان. في كتير أشياء مشتركة بين لبنان ومصر. شو بتحب تقول لجمهورك المصري ولجمهورك اللي صوت لك من مختلف المناطق العربية، وشو شعورك اليوم بجائزة لما تكون من برات لبنان؟ أول شيء بدي أشكر كل اللي صوتوا لي، لأنه عن جد شيء ما استنظرته. أنا دي جي من لبنان، وما استنظرت انه اخذ جايزه هيك بمصر. هي اول جايزه لإلي هون، وهي بتبين قد ايه مصداقيه هالمهرجان. سو بحييكم كلكم على تحيه كبيره. طبعا صحيح، معك كثير اساسيه واحد يفتح سيرتها، وسبيشلي انا انه جاي من بيروت. برجع بقول كمان انه فخر كثير لإلي اربحها، لانه انا بين ليجندز هون، يعني اسم الله الاسامي الموجوده هون. سو I'm really humbled انه اكون هون، وبشكر كل اللي ساعدوني، كل اللي صوتوا لي من البلاد العربية، وبشكر دير جاست وميما أووردز لأنه عم بستلمها ببلد الثاني مصر. بعبد مصر، عندكم بلد بجنن، حافظوا عليه لأنه هيدا بلد المستقبل. سو كيب ات اب، وعن جد عندكم يعني سمرة رهيبة، حافظوا عليها.
وبقول ثانك يو لعائلتي، لكل محبيني، للستاف تبعي، للتيم تبعي، لانه بلاهم انا ماشي. وبشكركم. روج، تحياتنا لك، ألف مبروك الجايزة، وتحياتنا للبنان من مصر. وأنا بكون مبسوطة كثير لما أكون عم أقدم حدا لبناني، مش تعصبا، ولكن بنبسط إنه فنانيننا يكونوا كمان عم يزدهروا بمصر، بلد الثاني، بلد الفن، وبكل الدول العربية. ألف مبروك. تحياتنا لك روج، سقف كثير كبيرة. ومستمرين معكم بالجوائز، والآن أفضل موزع بجائزة الماما. موزع ارتبط اسمه بنجوم كبار مثل الفنانة أنغام، عمرو دياب، بهاء سلطان، تامر حسني مع حفظ الألقاب وغيرهم، وعمل أفضل أغاني ضاربة وكلنا سمعناها ورقصنا عليها. أفضل موزع لهالعام وسام عبد المنعم. جدا. مساء الخير، انا بشكر دير جاست على الجائزه الحلوه دي، وبشكر ماجد حسني واحمد حميد، ومبروك لكل الفائزين معنا. شكرا. والجائزه هلا لافضل ملحن وممثل. بالتلحين نجح نجاح فظيع وتميز باسلوبه الخاص، والاغاني اللي لحنها اصبحت ترند، من اغانيه سايرينا يا دنيا، الغزاله الرايقه، واغاني كثيره للفنانه اصاله وحمائي وكبار نجوم غيرهم. واغنيه صاحبي يا جدع لاحمد سعد. رحبوا معايا بافضل ملحن ايهاب عبد الواحد. ايهاب عبد الواحد. لو كلمتك اليوم بجائزة الماما. أنا عايز أشكر المنظمين، وعايز أشكر طبعا فنانين الكبار اللي يعني بيبقوا دايما حريصين إن هم يبقوا موجودين ويسلمونا الجوائز ويشجعونا. دي تاني مرة أخد الجائزة دي، فخور ومبسوط. بحب أشكر كل أصحابي اللي جم، وأحب أشكر منى طبعا عندي القية إنها موجودة النهاردة معايا. عايز أقول إن المشوار بتاعي يعني ببقى مستني اللحظة دي دايما عشان يعني أكمل. فأنا بشكركم ومتشكر جدا جدا جدا. إن شاء الله على طول بازدهار ونجاح دائم يا رب.